اليوم بسوي معاكم مسخن بطريقة جديدة وسهلة حيل. مواد بسيطة كلها بالفرن. كمية البصل عندي على حسب كمية الدياي. أنا راح أسوي ديايتين فقطعت 8 بصلات بشكل طوال، عرفتوا؟ طبعا الباقي يطلع صغيرة على كمية البصل اللي أنا مسويتها، فحطيتها معون أكبر. هني عندي الدياي، بسم الله. شو مسوي فيه؟ غسلته منظفته متبلته بفلفل اسود ونتفة هيل. اخذ الدياي واحطه جذي فوق البصل بطريقة وايد سهلة ومريحة. وطبعا قبل اشتغل مشغلة الفرن. هني عندي البهارات اللي راح احطها: شوية دارسين، ربع قفشة دارسين، نص قفشة هيل، قفشة فلفل اسود، شوية بهارات مخلوط. شو اسوي؟ ارشها جذي فوقهم كلهم. وعندي هني قلاص سماق احطه جذي. وهني عندي بعد قلاص زيت زيتون وراح اصبه هم فوقها. وهذا زيت زيتون. ولا تنسون الملح. هني الملح حسب الرغبة، انا حاطة قفشتين ونص، قفشتين ونص وسط. عاد انتوا شنو تحبون الملح حطوا، اللي ما يتحمل ملح قللوا حطوا قفشة ونص. الحين راح احط نص قلاص عصير ليمون، مو وايد بس نص او ربع. تالي اذا تبون حموضة زيدوا. الحين كذي خلطوه عدل، كله كذي عدل لين كذي. دخل البصل بالدياي، ما نحتاج ماي نهائيا. راح ندخل الفرن والبصل فيه ماي وايد، والدياي اساسا يطلع لنا ماي. نين شلون ريحة؟ الريحة تهبل، وايد حلوة ريحتها. الحين راح نقلب معون. راح انقل الدياي هذا كله هني، بس ماني قادرة اي هني لان صورتي تطلع، فراح انقل هذا كله هني. اوكي. الدياية قلبوها كذي صوب اللحم، خلوه تحت لان احنا فاتحين الفرن من تحت، عرفتها؟ كذا. وايد الريحة شي خطير، ما نحتاج ماي نهائيا، عرفتوا؟ الحين راح اغطيها عدل بالقصدير الومنيوم، وما تخلونها تتنفس كلش، غطوها عدل. الحين دخلتها الفرن، شابة الفرن من تحت على 160 درجة. راح اخليها لمدة ساعتين الى ساعتين ونص، بعدين افتحها. الحين ما راح ابطلها. عقب ساعتين بالضبط فتحت عليه الفرن خلاص. الحين راح اطلعه. لاحظوا شلون صار شكله، شوفوا البصل مستوي حده، شوفوا شلون دياية حدها ترفع. بالتالي راح الحين اراويكم شو راح اسوي. احب احمرها من فوق، اراويكم الطريقة. هذا اللي طلعناه من الفرن، هذا هو الصدر. شوفوا حتى العظام قام يتفلل من كثر ما هي ترفة وذايبة تهبل الريح. ناخذ عندنا كذي الخبز ونحطه كذي، ناخذ الصوص اللي طلع منه ونحطه كذي بصينية مدورة، نسوي طبقات من الخبز. حطيت شوية بصل على الخبزة الثانية، أرد آخذ من هني خبز. طريقة وايد سهلة والطعم ناطع يهبل. تبون تزيدون حموضته تقدرون هم تزيدون على. الحين كذي أشيل البصل واخذ الدياي واحطه كذي على الوجه الثاني، لاني راح ادخل الفرن وحمره من فوق، عرفتوا؟ شوفوا انا ذقت المروق بالنسبة حق الناس العاديين حلو اوكي ملحة، بس انا احب زيادة شوية ملح. يلا حطي كملي، بس لا حطي
حطيت نص قبشة ملح بس، وراح احط بعد نص جلاس ليمون. انا احبها حامضة، نسخن عندي احبها حامض. اوكي كذي، يلا صبي كذي كله عليه، وراح ادخله الفرن عشان يتحمر عندي من فوق. كذي ضبطنا الحموضة والملوحة. الحين راح ادخله الفرن وحمرها من فوق عدل. تالي احط فوقها الصنوبر. اوكي، شوفوا شلون تحمرت، هذا اللون المطلوب. شوفوا ما شاء الله لا اله الا الله، ريحتها طبعا تجنن. الحين راح ازينها بالصنوبر كذي. بيكم تلاحظون شلون طبقات الخبز، شكل الدياي يجنن.